مساء الفل. كل سنة وانتم طيبين. سنة عدت علينا وسنة جديدة داخل علينا بإذن الله. وطبعا اليومين دول هو يومين الفتاوي، وطبعا هندخل السنة دي في جدال جديد. هو ينفع ان احنا نتكلم على راس السنة وبيحصل اللي بيحصل لاخواتنا؟ وطبعا اللي بيقول كده ما نقدرش نغلطه، لكن نقدر نقول له انت عندك حق، وخلي بالك ان سنة الحياة انها تستمر كده كده. احنا عمرنا ما هننسى اخواتنا ولا ننسى قضية حياتنا، وده في حد ذاته جواه معنى كبير، ان احنا هنفضل عايشين ومستمرين ومكملين، وعمرنا ما هننقرض او نتقوقع على نفسينا وتنتهي الحياة بينا. وبعيد عن كل ده انا جاي اتكلم في فكرة تقييم السنة، وبالذات تقييمك الشخصي للسنة. طبعا هنسمع كلام كتير من ان هي كانت سنة مهببة وكانت داهية علينا ومش عايزة تعدي وعدت بالعافية، بس انا عايز اقول لك احنا بنسمع الكلام ده كل سنة. ما هو السنة دي احنا شفنا اللي حصل لاخواتنا وكنا حزنانين، وقبليها اوكرانيا واللي بيحصل في الاقتصاد العالمي وادينا احنا قاعدين، وقبليها كانت كورونا، وقبليها الارهاب. وملخص الموضوع انك لو عايز تسودها هتشوفها سودة، ولو عايزها بيضة هتشوفها بيضة. بمعنى صح، هو ده لمصلحتك؟ طب هي فعلا كانت سودة؟ ما اعتقدش، اكيد عدت على ناس وكانت طيبة كمان. ومش معنى كلامي ان على المستوى العام او المستوى الشخصي مفيش سنين صعبة بتعدي علينا، بس في النهاية خليك فاكر انها بتعدي. بس اللي اقصده ان انت اللي بتخلق سعادتك وانبساطك ونجاحاتك، حتى لو الدنيا مقفلة ومحاطين بالازمات. طب انت اصلا بتقيم السنة بشكل شخصي ازاي؟ انا عن نفسي ليا تقييم، بشوف انا واهل بيتي عايشين بصحة وسعادة وفي سلام، اللهم امين. هل تقدمت في الشغل بتاعي حتى لو خطوة ولا خطوتين؟ برضه في التمام وسليم. ونصيحة مني، ما تقارنش نفسك بغيرك، قارن نفسك بنفسك. بمعنى أصح، شوف انت السنة اللي قبليها كنت فين وبتعمل ايه، والسنة دي بقيت فين وبعمل ايه. انا مثلا في شغلي بكبر وبتطور ولا لا؟ علاقاتي الشخصية وحياتي الإنسانية بقت أحسن ولا لا؟ طب الأهم من ده كله، علاقتك بربنا في السنة اللي فاتت بقت عاملة ايه؟ فلازم تبدأ السنة الجديدة بشكر ربنا على نعمه، اللي احنا في وسط تكالبنا مع الحياة ومقارنتنا بالآخر والتعايش مع الدنيا ومآسيها بننسى النعم الكتير اللي عايشين فيها. رغم ان اي تقدم او نجاح في حياتنا ما هو الا توفيق من عند الله. ابدأ السنة الجديدة مع الله، اللي مع الله لا يخاف ولا يقلق. وزي ما قالوا لنا زمان في الامثال، مركب الله ما بتغرقش. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال كل واحد يشوف الفيديو دوت. ودايما خليكم فاكرين، بايدك تشوفها سودة وبايدك تدور وتشوفها بيضة. ربنا يصلح حالي وحالكم، تبقى سنة سعيدة بإذن الله. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.